بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله نحل مع بعض محافظة الغربية، وحل كل المحافظات ان شاء الله هتلاقوها على القناة. السؤال الاول بيقول لك ايه؟ تعتبر الكتلة من الكميات الفيزيائية نقط. احنا عارفين الكميات الفيزيائية نوعين، يا اما قياسية يا اما متجهة. الكتلة من الكميات القياسية، يبقى هقول له قياسية. الكميات القياسية هي اللي بحدد مقدارها بس، لكن المتجهة بحدد مقدارها واتجاهها. السؤال اللي بعده بيقول لك الصورة التي يمكن استقبالها على حائل تسمى بالصورة نقط. طالما قال لك يمكن استقبالها على حائل يبقى دي صورة حقيقية. طب لو قال لك لا يمكن استقبالها على حائل يبقى دي صورة تقديرية. السؤال اللي بعده بيقول لك عندما تتناقص سرعة جسم بمرور الزمن فإنه يتحرك بعجلة نقط. طالما قال لك تتناقص سرعة الجسم، تتناقص يبقى دي عجلة منتظمة سالبة. عجلة منتظمة سالبة. لكن لو قال لك تتزايد سرعة الجسم يبقى عجلة منتظمة موجبة. السؤال اللي بعده بيقول لك الشعاع الضوئي الساقط موازي للمحور الأصلي لمرآة مقعرة ينعكس مرا بنقط. احنا عارفين الشعاع الضوئي لو سقط موازي للمحور الأصلي بينعكس مرا بالبؤرة، يبقى هنا ينعكس مرا بالبؤرة. تعالوا نشوف ازاي. لو انا عندي مراية زي كده، وهنا قطب المرآة، وهنا البؤرة، وهنا المركز، لو الشعاع سقط موازي ايه اللي بيحصل له؟ بينعكس مرا بالبؤرة. يبقى هنا لو سقط موازي ينعكس مرا بالبؤرة. السؤال اللي بعده بيقول لك ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخطأ. 1. تتكاثر الأوليات الحيوانية بالانشطار الثنائي. الأوليات الحيوانية زي إيه؟ زي الأميبا والبراميسيوم واليوجلينا. فاكرين البراميسيوم اللي شكله زي نعل الجزمة؟ أيوة، كل الأوليات الحيوانية بتتكاثر بالانشطار الثنائي، يبقى صح. السؤال اللي بعده بيقول لك كل عدسة لها مركز تقور واحد فقط. لا، غلط. العدسة لها مركزين تقور. تعالوا نشوف العدسة كده. لو أنا عندي عدسة زي كده لها بؤرتين ومركزين تقور، يبقى العدسة لها مركزين تقور مش مركز تقور واحد. السؤال اللي بعده بيقول لك يتركب الكروموسوم من كروماتيدين متصلين معا عند السنترومير. فعلا الكروموسوم بيتكون من كروماتيدين متصلين مع بعض عند السنترومير، يبقى صح. السؤال اللي بعده بيقول لك عندما يسقط الشعاع الضوئي بزاوية 0 على السطح العاكس فإن الشعاع المنعكس يكون عموديا على السطح العاكس. صح. طب ازاي؟ لو أنا عندي السطح العاكس زي كده والشعاع سقط بزاوية 0 يعني سقط عمودي، طالما سقط عمودي يبقى هينعكس على نفسه، يعني زاوية السقوط بتساوي زاوية الانعكاس بتساوي 0، وبيكون الشعاع المنعكس عمودي على السطح العاكس، يبقى صح. السؤال اللي بعده بيقول لك قطع عداء مسافة 300 متر في زمن قدره 30 ثانية ثم عاد إلى نقطة البداية سيرا على الأقدام في زمن قدره 170 ثانية. احسب السرعة المتوسطة للعداء خلال الرحلة كلها. تعالوا نفسر الأول المسألة. بيقول لك العداء مشي 300 متر وبعد كده رجع 300 متر دول سيرا على الأقدام، يعني هو راح 300 متر ورجع 300 متر. تعالوا نكتب بقى بيانات المسألة عشان يبقى سهل حلها. هنا بيقول لك المسافة الأولانية 300 متر، يبقى هقول له فيه واحد ب 300 متر في زمن قدره 30 ثانية، يبقى زين واحد ب 30 ثانية. المسافة الثانية اللي عادها سيرا على الأقدام 300 متر في زمن قدره 170 ثانية، يبقى الزمن الثاني زين 2 ب 170 ثانية. احسب السرعة المتوسطة للعداء خلال الرحلة كلها. عايز السرعة المتوسطة. السرعة المتوسطة بتساوي المسافة الكلية على الزمن الكلي. المسافة الكلية هنجمع المسافات كلها، فيه واحد وفيه 2، يبقى 300 زائد 300 على الزمن الكلي. هنجمع الزمنين، الزمن الأولاني والزمن الثاني، 30 و170. 30 زائد 170 اعملها على الآلة. 300 و300 يدينا 600، 30 و170 يدينا 200.
صفرين هيطيروا مع صفرين، 6 على 2 يدينا 3. وحدة قياس السرعة متر لكل ثانية، عشان في المسألة هنا شغال بالمتر والثانية. السؤال اللي بعده بيقول لك اكتب المصطلح العلمي الدال على كل عبارة من العبارات الآتية. مقدار تغير سرعة الجسم في الثانية الواحدة. طالما قال لك سرعة وزمن يبقى على طول العجلة، يبقى دي العجلة. رقم 2 أعضاء خاصة للتكاثر توجد فيه بعض الطحالب والكثير من الفطريات. طبعا دي الحوافظ الجرثومية. رقم 3 تغير موضع جسم بالنسبة لموضع جسم آخر ثابت مع مرور الزمن. طبعا ده تعريف الحركة كلنا حافظينها. رقم 4 عملية حيوية ينتج فيها الكائن الحي أفراد جديدة من نفس نوعه مما يضمن استمراره. ده طبعا تعريف عملية التكاثر. السؤال اللي بعده بيقول لك اختر من العمود B ما يناسبه من العمود A ثم انقل العبارة كاملة في ورقة إجابتك. 1 المحور الأصلي للمرآة. احنا عارفين ان المحور الأصلي للمراية هو المستقيم اللي بيمر بمركز تكور المراية وقطب المراية. اهو هو الخط المستقيم الذي يمر بقطب المرآة ومركز التكور. 1 هتوصلها ب2. رقم 2 نظرية النجم العابر. احنا عارفين ان النظرية دي هي اللي افترضت ان المجموعة الشمسية أصلها الشمس. يبقى رقم 2 هتاخد رقم 5. افترضت أن أصل المجموعة الشمسية هي الشمس، يبقى 2 هنوصلها ب5. رقم 3 المحور الثانوي للمرآة. احنا عارفين ان المحور الثانوي للمراية هو المستقيم المار بمركز تكور المراية وأي نقطة على السطح العاكس ما عدا القطب، لأنه لو مر بالقطب بيبقى المحور الأصلي ما بيبقاش المحور الثانوي. يبقى رقم 3 هتاخد 6، يبقى نوصل 3 ب6. رقم 4 نظرية السديم. طبعا كلنا عارفين ان السديم هو عبارة عن كرة غازية متوهجة. يبقى نظرية السديم هي اللي افترضت ان اصل المجموعة الشمسية هي كرة غازية متوهجة. يبقى رقم 4 هنوصلها ب1. طبعا انت في الامتحان اختصارا للوقت ما بتوصلش، لان انت اكيد مش هتنقل الكلام ده كله في كراسة اجابتك وتضيع الوقت. امال بتكتب الاجابة ازاي؟ زي كده. هنا مثلا 1 وصلناها ب2، يبقى هقول له 1 هتاخد 2. اللي بعده رقم 2 انت وصلتها ب5، يبقى هقول له 2 هتاخد 5. 2 هتاخد 5. اللي بعده رقم 3 اللي هي المحور الثانوي للمراية انت وصلتها ب6، فهتقول 3 هتاخد 6. 3 هتاخد 6. آخر حاجة نظرية السديم اللي هي رقم 4 وصلناها ب1، يبقى 4 هتاخد 1. 4 هتاخد 1. طبعا ده اختصارا للوقت، لأن أنت أكيد مش هتنقل ده كله في كراسة الإجابة. السؤال اللي بعده بيقول لك اذكر السبب العلمي، يعني كأنه بيقول لك علل. تبدو السيارة المتحركة بسرعة ما لمراقب متحرك بنفس سرعتها وفي نفس اتجاهها وكأنها ساكنة. يعني عايز يقولك ليه لو العربيتين ماشيين بنفس السرعة وفي نفس الاتجاه ليه بتشوف العربية وكأنها ساكنة ما بتتحركش؟ هقوله لأن السرعة النسبية بتساوي الفرق بين السرعتين وبتساوي 0. لأن السرعة النسبية بتساوي الفرق بين السرعتين بتساوي 0. طب ازاي؟ لو انا عندي العربيتين ماشيين في نفس الاتجاه اهم في نفس الاتجاه وبنفس السرعة، يعني لو دي 60 دي زيها 60، هتجيب السرعة النسبية ازاي؟ هتطرح الاتنين من بعض، 60 ناقص 60 هيدينا 0. عشان كده بشوف العربية وكأنها ساكنة ما بتتحركش. السؤال اللي بعده بيقول لك اختر الإجابة الصحيحة مما بين الإجابات المعطاة. يمكن إنتاج نباتات جديدة مشابهة تماما للنبات الأم عن طريق نقط: تكوين الأمشاج ولا حدوث الإخصاب ولا التكاثر الجنسي ولا زراعة الأنسجة. أول ما تشوف كلمة إنتاج نباتات جديدة على طول تختار زراعة الأنسجة. السؤال اللي بعده بيقول لك إذا كانت سرعة سيارة 72 كيلومتر كل ساعة فهذا يعني أن سرعتها تساوي نقط متر كل ثانية. يعني هو عايز سرعتها بالمتر كل ثانية ومدهاني بالكيلومتر كل ساعة. يبقى أنا كل اللي هعمله هحول من كيلومتر كل ساعة لمتر لكل ثانية. يعني همسك 72 دي واضربها في 5 على 18. 72 اضربها في 5 على 18 واعملها على الآلة.
هتديك 20 متر كل ثانية، يبقى هنختار 20. السؤال اللي بعده بيقولك عدد الكروموسومات في المشيج نقط عدد الكروموسومات في الخلية الأم. يعني إيه مشيج؟ يعني يا إما حيوان منوي، يا إما بويضة، يا إما حبوب لقاح. وإحنا عارفين إن في البويضة أو حبوب اللقاح أو الحيوان المنوي فيها نص عدد الكروموسومات. والخلية الأم يعني إيه؟ يعني خصية أو مبيض أو متك. واحنا عارفين ان عدد الكروموسومات اللي في المشيج نص عدد الكروموسومات اللي في الخلية الأم، يبقى هنختار نصف. السؤال اللي بعده بيقولك العاملان اللذان يمكن بهما وصف حركة الجسم. متهيألي السؤال ده كلنا حافظينه. وصف حركة الجسم بمسافة وزمن على طول. السؤال اللي بعده بيقولك ما أهمية كل من 1 جزيئات الذهب النانونية. طبعا كلنا عارفين ان جزيئات الذهب دي هي اللي بتكشف لنا عن مرض السرطان، كمان بتعالج مرض السرطان. طب بتعالجه ازاي؟ بتقتل الخلايا السرطانية الموجودة في الجسم. يبقى ايه أهمية جزيئات الذهب النانونية؟ الكشف عن مرض السرطان وعلاجه عن طريق قتل الخلية السرطانية الموجودة في الجسم. يبقى هقول له الكشف عن مرض السرطان، ومش بس كده، لا كمان بتعالجه ازاي؟ ان هي بتقتل الخلايا السرطانية، يبقى عن طريق قتل الخلايا السرطانية. رقم 2 العدسات اللاصقة. ايه أهمية العدسات اللاصقة؟ هي اللي بتصحح عيوب الإبصار. لو حد عنده طول نظر، عنده قصر نظر، بدل ما يلبس نظارة. يبقى العدسات اللاصقة أهميتها تصحيح عيوب الإبصار بدلا من النظارات. العدسات اللاصقة تصحيح عيوب الإبصار بدلا من النظارات. السؤال اللي بعده ايه أهمية المتك في النباتات الزهرية؟ المتك هو اللي بينتج لنا حبوب اللقاح، يبقى المتك أهميته إنتاج حبوب اللقاح. إنتاج حبوب اللقاح. رقم 4 ايه أهمية المرآة المحدبة التي توضع على يسار سائق السيارة عشان تكون صورة تقديرية معتدلة مصغرة، وبالتالي بيقدر يشوف الطريق خلفه. يبقى هقول له تكوين صورة تقديرية معتدلة مصغرة لكشف الطريق خلفه. السؤال اللي بعده بيقولك وضح بالرسم موضع الصورة المتكونة لجسم موضوع أمام عدسة محدبة على بعد أكبر من ضعف بعدها البؤري، ثم أذكر خواص الصورة المتكونة. لما يجي يطلب منك مسألة زي كده أو رسمة، خلي بالك هو عايز عدسة ولا مرآة، لأن في ناس كتير بتغلط ما ياخدش باله هو عايز عدسة ولا مراية، يقوم جاري بسرعة رسم المراية. طب هنا في المسألة عايز عدسة، يبقى لازم لما اجي احل مسألة زي كده خد بالي هو عايز عدسة ولا مراية. هنا بيقول لك عدسة، يبقى ارسم له العدسة. طب لو قال لك مراية، ارسم مراية. يبقى انا ما اتسرعش. هنا بيقول لك عدسة محدبة، يبقى ارسم له عدسة. اهي العدسة، والنقطة دي اسمها المركز البصري، وارسم له بؤرتين ومركزين. عايزين نشوف الجسم بقى موجود فين. هنا بيقول لك الجسم موضوع على بعد أكبر من ضعف البعد البؤري. خدوا بالكم بقى من الحتة دي، كلمة ضعف البعد البؤري يعني الجسم عند المركز. طب هنا بيقول لك الجسم على بعد أكبر من ضعف البعد البؤري، يبقى الجسم أبعد من المركز. يبقى أما يقول لك ضعف البعد البؤري افهم على طول إنه عند المركز. لو قال لك أكبر من ضعف البعد البؤري يعني قصده إنه هو بعد المركز، يبقى هرسم له هنا الجسم بعد المركز. ناخد بالنا بقى هنا الجسم بعد المركز، يبقى لازم اعرف ان الصورة هتطلع بين البؤرة والمركز عشان اظبط رسمتي على الاساس ده. طيب هرسم ازاي بقى؟ هطلع شعاعين، شعاع من الجسم ويسقط على العدسة. طالما سقط موازي المحور الأصلي
يبقى هينعكس مرة بالبقرة. اطلع الشعاع التاني يمر بالمركز البصري فهينفذ على استقامته، وخلي بالك وهو بينفذ على استقامته لازم اظبط ايدي عشان الصورة تطلع بين البقرة والمركز. اهي طلعت بين البقرة والمركز. يبقى ده الجسم ودي الصورة. الصورة صفاتها ايه؟ طالما بين البقرة والمركز يبقى حقيقية مقلوبة مصغرة. حقيقية مقلوبة مصغرة. وطبعا ما تنسوش اتجاه الأشعة. آخر سؤال بيقولك صوب ما تحته خط. 1 مقدار القوة يساوي طول أقصر خط مستقيم بين موضعين. لا، ده مش مقدار القوة، ده مقدار الإزاحة. رقم 2 تقع المجموعة الشمسية في إحدى الأذرع الدائرية لمجرة ضرب التبانة. لا طبعا مش الدائرية، ده الحلزونية. الحلزونية. رقم 3 يراعي الطيارون السرعة المنتظمة للرياح عند الطيران. لا، السرعة المتجهة. رقم 4 الغازان اللذان أنتجا المجرات والنجوم والكون عبر ملايين السنين هما الهيليوم والنيتروجين. لا، الهيليوم والهيدروجين. طب لو قالك الهيليوم والهيدروجين موجودين بنسبة كام؟ الهيليوم 25% والهيدروجين 75%. ايه ده؟ يعني الهيدروجين قد الهيليوم 3 مرات، يعني بنسبة 1:3. عشان الهيدروجين قد الهيليوم 3 مرات يبقى بنسبة 1:3. السؤال اللي بعده بيقولك ما النتائج المترتبة على كل مما يأتي؟ غياب الجسم المركزي من خلية حيوانية. هو ايه اصلا اهمية الجسم المركزي؟ الجسم المركزي بيكون لنا خيوط المغزل. طب لو غاب الجسم المركزي، لو مفيش جسم مركزي مش هيتكون خيوط مغزل، وبالتالي الانقسام الخلوي مش هيحصل. يبقى هقول له لا تتكون خيوط المغزل وبالتالي لا يحدث انقسام خلوي. لا تتكون خيوط المغزل ولا يحدث انقسام خلوي. رقم 2 مرور شعاع ضوئي بالمركز البصري للعدسة. اللي يحصل لو مر شعاع ضوئي بالمركز البصري للعدسة؟ الشعاع هينفذ على استقامته دون أن ينكسر. يبقى هقول له ينفذ على استقامته دون أن يعاني أي انكسار. ينفذ على استقامته دون أن يعاني أي انكسار. رقم 3 اندماج المشيج المذكر مع المشيج المؤنث. اللي يحصل لو المشيج المذكر اندمج مع المشيج المؤنث؟ بيتكون الزيجوت، يعني بيحصل عملية الإخصاب. يبقى هقول له يتكون الزيجوت، أي تحدث عملية الإخصاب. أي تحدث عملية الإخصاب. السؤال اللي بعده رقم 4 بيقول لك نقص تحدب سطحي عدسة العين. نقص التحدب بيعمل طول نظر، لكن زيادة التحدب بتعمل قصر نظر. خد بالك، نقص التحدب بيعمل طول نظر، لكن زيادة التحدب بتعمل قصر نظر، العكس يعني. يبقى هقول له يسبب طول النظر. ج قارن بين الخلايا الجسدية والخلايا التناسلية من حيث طريقة الانقسام الخلوي. احنا عارفين ان الانقسام الخلوي نوعين، انقسام ميتوزي وانقسام ميوزي. الخلايا الجسدية بيحصل لها انقسام ميتوزي، لكن الخلايا التناسلية بيحصل لها انقسام ميوزي. يبقى الخلايا الجسدية بيحصل لها انقسام ميتوزي وبينتج عنها خليتين، لكن الخلايا التناسلية بيحصل لها انقسام ميوزي وينتج 4 خلايا. وبكده نبقى خلصنا الامتحان. يا رب نكون استفدنا، واللي استفاد ما ينساش يا ولاد يعمل اللايك والسبسكرايب والشير وكل الكلام الجميل ده. يلا ربنا معاكم، سلام عليكم.